تبادل الورق. طب والله حاسس ان الفكرة كويسة، بس في شوية مشاكل مش عارف اعمل ايه. ايه ده يا مان؟ ده معرض تبادل ورق عندنا كده في الكلية، بفكر اشارك فيه. يعني انت مش عارف، يعني انت اكيد عارف. ايوه. طب ما حلو ده. طيب اصل مش عارف. بس اسمع بس، شفت اخر كوميك؟ هتشوفه بعدين، بس خد قرار في ده الاول. غبي، ده كوميك جامد جدا. انا بفكر اشارك فعلا، بس في شويه مشاكل كده. يعني الورق كتير قوي ومتبهدل تحت الترابيزه وتحت السرير، مش عارف. ايوه، انت عندك ورق قد كده، ماده كده وماده كده. صح يا عم فك، ده اخر اسبوع. كترته زحمه عندك في البيت برضه، وبرضه مضايق الحاجه. فعلا. انت عرفت منين؟ زحمه، انا عارف. حاجه لو شفتك جاي من الورق ده هتلسوعك. لا بس برضه هتفرح اكتر لما انت تفضلها شقه كده من الورق الكتير ده. ايوه صح. طب بس في مشكله، ان هو ممكن السنه الجايه ابقى محتاجه في حاجه، راجع منه حاجه. ايوه، انت ناسي الكليه بتاعتك تحتاج فيها كل الورق بتاع سنه من السنين اللي قبل كده. بس انت ممكن تشيل اللي انت محتاجه والباقي توزعه. غبي، انت بتحتاج كل حاجه فيه. كلنا بنقول لبعض كده، وفي الاخر بنحتاج ملزمه ولا ملزمتين، والباقي كله بيبقى عندنا على الفاضي. ايوه صح. طب بس ايه، بس الورق كتير قوي، دول 6 مواد هشيلهم لحد الكليه. المسافه كتيره ومش عارف، مكسل شويه. ايوه، منظرك قدام الناس هيكون عامل ازاي؟ انت مش رسومه بلاستيك. طب ما انت ممكن تقول ابوك يوصلك، او صاحبك لو معاه عربيه، او على الاقل اضعف الايمان تجزئهم على كذا يوم. ابويا هيقول لي ادفع البنزين انت. طب تجزئهم على كذا يوم. صحابك هيتخلوا عنك اول ما يعرفوا ان معاك ورق. هم مش ناقصين، كفايه اللي عندهم. ممكن كمان هم يروحوا بالورق وهتيجي تشجعوا بعض. حيرتوني. هتجزئهم على كذا يوم. لا غبي، هتجزئهم على كذا يوم. سافر. هتعمل ايه في ورق في البيت يعني؟ طب ما هو مش عارف، الحاجه بتاخد الورق تعمل تقلي عليه بطاطس. ايوه، انت ناسي السندوتشات اللي كانت بتعملها لك. طب ما تخليها تقلي لك على مناديل زي دي. صح. خلاص اتفضل اعمل الصح. غبي، اعمل الصح. غبي، اعمل الصح، وزع الورق. انا قررت خلاص. اعمل الصح. هوزع الورق. ياه، انا لسه هرتب كل الورق ده. الورق طلع كتير قوي. هو مبهدل قوي ليه كده؟ انا كنت بعمل فيه ايه بالظبط؟ يا عم تصحى ترتب، فكك خلاص، وديهولهم كده. اجلوه يعني في كيس السمره زي دي؟ ايوه. ايه اللي بتقولوه ده؟ لا، حط نفسك كده مكان اللي هياخد الورق. لا، رتب كل ماده لوحدها وكده اهوت، عشان على الاقل تبقى عارف انت هتاخد ايه. صح. انت صح. يا عم انت تحت. بص انا هرتبه. انا هقعد ارتبهم ماده كده، الاول الترم الاول والترم الثاني، وكل ماده هرتب فيها المحاضرات بتاعتها. الاول المحاضرات وبعدين السكاشن. انت ورايا. طب تعالى بقى. يا مصري. خلينا نركز بقى. بص انا هعمل ايه؟ انا الاول خليته الترم الاول، وادي ورق الترم الثاني لوحده. ماشي كده، الترم الاول والترم الثاني. في الترم الاول حطيت المحاضرات، بعد كده السكاشن، بعد كده ورق المراجعه. وفي الترم الثاني عملت كده، يبقى كل ماده قسمتها الترم الاول وقسمتها الترم الثاني. كده يعني انا خلصت كمان. اللي انت عملته ده ما فدتش بيه غيرك، بس انت كمان استفدت، خدت بيه ثواب. انت كده بدات السنه بعمل خير، واكيد ربنا هيكرمك على اللي انت عملته ده. اللي بتعمله ده صدقه جاريه، علم هينتفع بغيره. معرض تبادل ورق، ورقك تتبرع بيه وفيد غيرك بيه.